يا ابن اللعيبه. النهارده فيديو مميز قوي معانا، وهو الاول من نوعه على القناه بتاعتنا والشغل بتاعنا الجديد. قلنا نجرب حاجه جديده في كرم الشام. طبعا كرم الشام غني عن التعريف. بيقول لك ان الوجبه اللي احنا جايبينها دي اسمها الكوردون الشديد قوي، طبعا مع محمد عيد عبد الحميد وعروض الفتات والكلام ده كله. لا احنا النهارده قلنا نجرب العرض الجديد بتاعهم الكوردون شديد قوي. المفروض ان الوجبه ديت مكونه من ماريه جواها قطع كريسبي مقطعين ورومي مدخن وصوص شيدر، وفته شاورما فراخ اللي هي العاديه بتاعتهم والتوميه والكولا ب 165 جنيه. ديت ب 165 والتوصيل بتاعها بالظبط حوالي 190 جنيه كلها. احنا قلنا نجرب وجبه لذيذه نعرف راينا فيها. انا بحب اجرب الحاجه، بس المره دي لازم اعمل ريفيو، لان انا مره فاتت جربت الاكل كان بارد ورجعته وبتاع، فالمره دي الاكل جاي زي ما احنا طالبين بالظبط سخن. فهنشوف الوجبه المكونه معانا هنا. طبعا ده البيبسي بتاعهم ازازه لتر الا ربع اللي هم بيشتغلونا بيها 800 مللي. نركنها دلوقتي على جنب، نفتح الاوردر بتاعنا. هنا يا باشا الفته بتاعتنا جايه هيك حلوه، الفته سمول صغيره. وهنا محمد عيد عبد الحميد 3 معالق، مش عارف ليه 4 معالق ده متوصيين. ارمي الشنطه دلوقتي، تعالى كده. هنا محمد عيد عبد الحميد اللي هو الكوردون شاورما. هنا الوجبه اهي زي ما انتم شايفين كده، الكوردون موجود، صوص رانش فراخ كريسبي تمام على حد ما. بس هنا العيش جاي ناشف المره دي، مش فاهم دي ليه بقى. العيش ده متسخن قبل كده، اول مره تحصل يعني. انا مش بعيب فيهم، ولكن المشكله ان العيش يبقى بص ناشف. العيش ناشف تحس ان هو متسخن. ونفتح هنا الفته معانا برضو. الفته متعرف عليها طبعا، بس عايزين نعرف في الريفيو، الفيديو ده هتبقى ايه دنيتها ايه معانا. الفته هنا حاجه محترمه تمام. والعيش لا، الفته لا غبار عليها. خلينا ايه في محمد عيد عبد الحميد دوت الفيرجن الجديد بتاعه اللي هو الكوردون بلو الشديد. ومش هاخد رايي لوحدي، معايا صديق هيشاركني برضو ايه رايه في القصه ديت. يلا يا حوده. السلام عليكم. واخد بالك يا حوده العيش هنا بص حاسه مقرمش. ماشي. ده حاطط سموك تركي. انا يا بقول ابن لك اللعيبه. ده سموك مدخن. ده الشغل طرش. بسم الله الرحمن الرحيم. وبص الفراخ جوه كرانشي، بس ما فيهاش شاورما. بسم الله. بس مدخل. حلو، بس الفراخ باين ان هي مقليه في الساندوتش، مش عارف ليه. جميله. استنى كده بقى. لا يا اسطى البتاع ده حلو قوي. بتاع ده تركي. جامد قوي لوحده. بس انا اعتراضي على العيش، العيش مش حلو. العيش مش حلو المره دي، مش حلو على طول. الفته بتاعتهم كده عشان ما نفصلش مره واحده مع السندوتش ده، هنسرح معاه مش هنشبع. بسم الله. ومع عرض بيبسي ده؟ فين ده؟ لا بص بقى، اتطوروا في الشاورما قوي. والله عاجبني الشاورما بتاعتهم المره دي في حته ثانيه. يعني ده ما عجبنيش قوي بصراحه. الماريه العادي احسن منه، والمحمد عيد عبد الحميد اجمد منه. لا هنا الفته خد دي بقى كده. ليفل الفراخ عدى. خد دي. اهي بص. يا ابن اللعيبه. لا ازاي؟ ماشي. لا انا الفته عجباني، انا ممكن ما اخش السندوتش ده، خليني مع الفته. الفته عندهم يعني جت عليهم فتره كده وقعت شويه، بس المره دي لا، مستوى تاني. كام التوم بتاع زمان. معلش. محمد بيحب البيبسي. ده البيبسي بقى، ده اهم حاجه بقى. ده رقم 1 في كرم الشام. بص بقى. بيقول لك ان البيبسي ده اصلا معمول خصيصا لكرم الشام. البيبسي ده بايظ. هجيب صودا. خد كده. هجيب ايه هو البيبسي ماله؟ دوق كده. اهي. ده الزفت يا جدعان قسما بالله، والله العظيم ما حلو. عشان ايه؟ والله يعني بيقولوا اسمعوا كلمة مني يا حق جدعان. ولا صودا والله. ولا حتى ما فيهاش سكر. البيبسي بايظ، اسمعوا مني. هنجيب بيبسي غيره. بس انا هنا عاجبني القرمشه بتاعت الفراخ اللي جوه مع السموك المدخن دوت. لا في حته تانيه قسما بالله متعه. اعتراضي الوحيد هنا على العيش. العيش حاسس ان هو كان بايت مثلا، او خلاص اليوم بيخلص. ممكن تكون دي مشكله ان احنا طالبين الاوردر الساعه 2. ده كرم الشام الدولي مش عاجبه العيش. العيش يا كرم الشام احنا بنحبكم. بس انا قلت لكم اهو.
وانتهى الفيديو بتاعنا، وما تنسوش بقى ايه الشهيصه بتاعتكم. السلام عليكم.